بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواد يوسف ده هو مجنني 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 مجنني، مخليني خلاص اشد في شعر. قولوا لي اعمل ايه، قولوا لي اعمل ايه في الولد دوت. صباحكم زي الفل، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشير كتير حبايب قلبي. عندنا فيديو حلو جدا جدا جدا، وحاجه كده عاملاها لكم جديده اول مره في القناه، اختراع مش هتلاقوها في اي قناه تانية. الاختراع بتاعي ده تمام. بس ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وشير كتير حبايب قلبي. زوزو متابعين زوزو العسل تمام. احنا كان عندنا يا جماعه الخير والله العظيم كان عندنا اكل بايت، عندنا غدا واكل بايت، وانا قاعده كده متلكفته في البطانيه وسقعانه ومتلجه، الا يوسف راسه الف عسل بقى عشان ما فيها حاجه مش كويسه. يعني مصمم عاوز يقول لي كان عاوز حاجه، قوم اعملي لنا بيتزا يا ابني يا حبيبي. يقول لك اعملي لي، نفسي اكل بيتزا يا ماما. طب اعمل ايه يا جماعه؟ انا ما عنديش خضار كتير لان كان يوم الاحد وما عندناش خضار كتير اصلا في التلاجة. طب انا اعمل له بيتزا بايه بقى؟ لا عندي فلفل ولا عندي حاجه كتير خالص، هو قرنان فلفل حمر وحاجه بسيطه يعني، وهعمل له ايه؟ فالمهم يا بنت قلت شغلي دماغك وشغلي راسك، ما هي الست الشاطره بقى المدبره، الست الجدعه اللي ايه، اللي تشوف الدنيا ماشيه ازاي وتشوف ولادها ماشيه ازاي وتشوف هي هتدبر. هعمل لكم النهارده بقى بيتزتين ضرب نار، اقسم بالله عسل 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 من نص فرخه. البيتزتين النص فرخه، النص فرخه دولت ممكن هتاكلك انت والجيران وجيران الجيران كمان. ابن يوسف يقول لي يا ماما انت هتاكلي الجيران وجيرانك بالنص فرخه بتاعتك. قلت له اي بس اتفرج كده عليا وشوف انا هعمل ايه. بص شوف زوزو هتعمل ايه. جبنا نص فرخه وهنعمل منها احلى اكل ان شاء الله. جبت الفرخه كده، مسكت الصدور بتاعها خليتها، مسكتها قطعتها شرايح زي شرايح الشاورما بالظبط تمام. بقطعها اهوت. هو كان واقف جنبي اقول له يا حبيبي احنا كنا بنلغي بعض على فكره، الفيديو ده ما كناش هنسجله، بس الفيديو ده جه 25 دقيقه من كتر ما قعد بلك انا وهو. مسكت هنا الفراخ قطعتها كده شرايح زي شرايح الشاورما، عصرت ليمونتين، حطيت مكعبين من المرق، حطيت كده حوالي معلقتين من الخل، هحط هنا ايه علبه زبادي ومعلقه صلصه، ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، وزعتر. وحبيبه قلبي عايزه تجيب الخلطه من بره هاتي، بس انا عملتها في البيت النهارده علشان خاطر حبايب قلبي اللي ما بيجيبوش خلطات من بره، واحنا عايزين نوفر بقى فنعمل في اللي في البيت تمام. هنا هحط كل البهارات بتاعتي اهيت واخليها زي الفل. بس ما تنسوش بقى تحطوا لايك لان انا عامله لكم مفاجاه في اخر الفيديو، مش في اخره، في نص يعني. ده الثوم البودر والبصل البودر، واحط معلقه صلصه، واحط برضو نص معلقه جنزبيل بودره، واحط حبيب قلبي نص معلقه كركم ومعلقه دبس رمان صغيره، وكمان جوز جنزبيل بودره وحبهان مطحون تمام. هقلب كل ده اهو. زي ما انتم شايفين ريحتها كانت تحفه، واديتك نفس النتيجه بتاعت بره وبالعكس افضل كمان تمام. هنا كان بيقول لي قلب يا معلم قلب يا معلم، قلت له حاضر قلب يا معلم. هنا احط بقى ايه الخلط، احط الشاورما بتاعتي فين في التتبيله، وهسيبها على جنب بقى حبايب قلبي كده تاخد وتدي مع بعضها، على كمان ما نعجن احنا العجينه بتاعه البيتزا تمام. كل يوم محيرني اعمل ايه، بس ايه امه لازم بقى نستحمل امه. هنا معايا كيلو من الدقيق، ومعايا علبه زبادي، ومعايا ملح وفلفل، ملح وفلفل اسود ايه، ومعايا ملح، ومعايا توم باودر، بصل باودر، ومعايا سكر، ومعايا خميره، ومعايا حبايب قلب معلقتين خميره، نص معلقه سكر، ربع معلقه ملح، واحط كيس بيكنج باودر وعلبه زبادي، واحط خل، واحط كمان معلقتين من الزيت تمام. هقلب كل ده كله مع بعض اهوت، وهعجن العجينه بتاعتها ما بتكونش بتلزق قوي، بتكون حلوه معقوله. هسيب بقى المعلقتين الزيت اسيبهم المهم العجين في الاخر، والميه كانت بتاعه العجين دافيه علشان حبايب قلبي الجو برد، وانا كنت عايزاها تخمر بسرعه، بالرغم ان كان عندي اكل اقسم بالله بايت، بس اعمل ايه تحتمات الولاد بقى. بس ما كنتش اعمل لاولاد اللي هم عايزينه، مين اللي هيعمله لهم؟ لا لهم ام تانية ولا لهم حد يجي يعمل لهم. فبحاول ارضي ولادي بقدر الامكان، ويا عالم هعيش لهم النهارده ولا مش هعيش ولا ايه. فبحاول ارضي ولادي وبعمل لهم كل حاجه، الاعمار بيد الله، ربنا يخليهم لي ويبارك لي فيهم. بس انا مش ضامنه حياتي انا، يا عالم هكمل معاهم ولا مش هكمل. فبحاول ارضيهم واكون حنينه معاهم بقدر الامكان، بس في يعني والبي لهم كل الطلبات بتاعتهم، بس بقدر المتاح وقدر المستطاع تمام. هنا بقى حبايب قلبي سبت العجينه بتاعتي تخمر. انا هعمل لكم حاجه حلوه النهارده. انتوا عارفين السمبوسه؟ السمبوسه يا اما بنعملها بالجبن، يا اما بنعملها بلحمه مفرومه، يا اما بنعملها بفراخ. كان انا النهارده هعملها لكم حلوه
بخلطه كده يعني جت في دماغي. انا عندي كام تفاحه كده قشرتهم لان كانوا عندي بقالهم فتره ومحدش بياكل. قشرتهم وعصرت عليهم نص ليمونه عشان ما يسودوش. وهحطهم بقى فين؟ في الطاسه من غير زيت ومن غير اي حاجه اهو. هحط عليهم مكعبين من الزبده، هحط عليهم معلقتين كبار من السكر، هحط عليها معلقه كبيره من القرفه، وهقلب كل ده مع بعضه حبايب قلب اهو. معلقتين كبار من السكر، واحط معلقه من القرفه، وهمسك بقى ايه يعني التفاح مع القرفه مع السكر مع الزبده كان عامل خليط تحفه تحفه تحفه. فبرضه هو ممكن يكون سايب معاكي شويه، فانا هعمل له ايه بقى؟ هجيب معلقه من الدقيق على معلقه من الميه، هقلبهم كده واحطهم فين زي ما انتم شايفين حبايب قلبي عليها، تعملها زي عملة ربط كده علشان الخلطة بتاعتك ما تبقاش سايبة معاكي وانتي بتحشيها. تمام كده زي ما انتم شايفين. احنا دلوقتي سايبين العجينه بتاعت البيتزا تخمر، وسايبين الفراخ بتاعتنا تتبل، يعني بدل ما انت واقفه اشتغلي في كل حاجه. هنا كده الخلطه بتاعتنا بقت جاهزه، هسيبها لازم تكون بارده جدا جدا جدا. كده خلصتها حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. معلقه الدقيق فرقت جدا معاها وخلتها ربطت. هنا برضو على ما هي تبرد شوفوا بشتغل في كذا حاجه. همسك بقى الفلفل، انا اللي كنت بصور لوحدي على فكره، لان كان يوسف راح الدرس وما كانش معايا حد في البيت. كان يوسف حسام وباباه بره في مشوار، عندنا حبه حاجات كده بيعملوها. وهمسك بقى حبايب قلبي الفلفل اقطعه واخليه شرايح كده للشاورما. تمام. انا كنت بكلمكم على اساس ان انا مش هسجل، بس الفيديو لقيته 25 دقيقه كتير جدا جدا وهتزهقوا، وكمان بيبقى كبير جدا كمان على الفيسبوك. ما تنسوش بقى تحطوا لايك يا جدعان بالله عليكم. انا بحاول اعمل لكم حاجات موفره، بس ما تقولوا مش ما اقدر، انا بتكسف وانا بقول لكم حاجات موفره. هنا كنت قطعت الفلفل وقطعت البصل. شوفوا كنت بصور لوحدي، بقسم بالله كنت حاطه على الستاند وماسكه الستاند برجلي. هنا جبت طاسه حطيت فيها شويه زيت، لازم تكون سخنه جدا 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 زي ما انتم شايفين. هجربها بواحده وبعد كده لو الزيت سخن هحط بقيه الفريخ، بقيه الشاورما اهو. كده هقوم حاطه بقى، هتلاقوا حتى واقع مني شويه اهو. اقول لكم استنوا هفصل لحد ما انضف الحته واجيلكم. اهو كده حبايب قلبي. هحط بقى الفراخ زي ما انتم شايفين لحد ما تتشمع شويه كده، وبعد كده ننزل عليها بالبصل. دبسني وراح الدرس. هنا بعد الشاورما حبايب قلبي متشوحت زي ما انتم شايفين، هحط البصل اهو، وحتى هيجي معاهم شويه فلفل مفيش فيها مشكله. هحط البصل يدبل شويه مع الفراخ. تمام اهو. هقلب بقى البصل والحاجه كده زي ما انتم شايفين. بعد كده حطيت الفلفل وطبعا هي الفراخ متبله وكل حاجه متبله، ما كانش محتاجه اي حاجه. هنا بقى بعمل صلصه البيتزا. جبت معلقتين من الصلصه، حطيت عليها معلقتين من الميه وشويه من الزيت، توم باودر بصل باودر وزعتر وحبه ملح وفلفل اسود وشويه سكر وشويه صغيرين خالص خل، وهسيبها خالص تتسبك. هنا العجينه بتاعت البيتزا خمرت اهيت. انا هقطعها هعملها بيتزتين اتنين. في الوقت ده بقى ابو محمد كان جه هو وحسام من المشوار بتاعهم، كنا خلاص بعد العصر. همسك بقى البيتزا. انا قررت بدل ما اقعد اعمل كام واحده كده في كذا صينيه وبهدل الدنيا ورايا، انا جايبه الصيجان يا جماعه من شربين، حلوه جدا جدا مش بتحرق المخبوزات خالص. فانا عملتهم بيتزتين كبار كده، وريحت دماغي من كل شويه اقطع دي واخبز، لا قلت فرده واحده وخبزه واحده. تمام اهو. بفردها هي لحد ما السمك اللي انت عايزاه. ماشي حبيبه قلبي اهو. كده الصينيتين زي ما انتم شايفين حطيت فيهم البيتزا بسم الله ما شاء الله. طب محمد بيقول لي انت عاملاهم كبار كده ليه؟ قلت له حطيناهم في الصيجان وخلاص، وكده هتبقى تتقطع واللي عايز حاجه ياخدها. همسك شوكه بقى حبايب قلبي، امسكها افتح بيها البيتزا بتاعتنا علشان خاطر ما تنطرش الخلطه بره. هنا همسك بقى البيتزا بقى ادهنها بالصلصه اللي احنا عاملينها زي ما انتم شايفين اهو. وهمسك بقى، كان عندي ميكس من الجبن كده حطيتها. ما فيش اقول لكم ما فيش اكله يا جماعه الخير ما بتوفر، اقسم بالله ما في حاجه بتوفر بقى الا يا اما من غير لحمه من غير فراخ من غير حاجات من دي، الاكل بتاع امهاتنا بتاع زمان. اما النهارده اي واحده تقول لك ب 20 جنيه وب 10 جنيه وب 5 جنيه وبوفر، او فرخه وبوفر او لحمه بوفر، يبقى بيضحكوا عليك. وهنا انا كده حطيت طماطم شرايح، وكان عندي زيتون من البيت انا مخليه طبعا، طلعت قطعت منه شويه حطيته. ما عندكيش ممكن تجيبي زيتون اسود، بس اللي كان عندي اخضر، فمشى الدنيا وتمام. هنا كده زي الفل بسم الله ما شاء الله، كانوا عسل اقسم بالله، كانوا تحفه 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 تحفه، يستاهلوا ان انتوا تحطوا لهم لايك وتجربوهم. هنا كده الفراخ الشاورما بتاعتنا بعد ما عملتها اهو. صدر الفرخه اهو، ممكن
ياكل عيله بحالها وزياده ولا لا؟ ياكل. ما هو لو كل واحد خد له قطعتين حلو قوي. هنا كده هحط بقيه الجبنه بقى على الوش كده، وكنت مولعه الفرن سخن جدا جدا جدا. وهحطه فين؟ هحطه على الشبكه، مش هحطها على الصاجه. تمام. اهو. شوفوا شكل البيتزا بقت شكلها عامله ازاي. على قدنا يا جماعه، على قدنا والله العظيم، على قدنا، بس كانت نتيجه فوق الروعه. اهو. انا كنت بتكلم على اساس ان انا مش هسجل صوت، بس بصراحه على ما جمعت الفيديو لقيته 25 دقيقه، فقلت لا يبقى كتير عليكم جدا. اهو. هنا كان ابو محمد جه بقول له نورت نورت نورت. قلت له والله العظيم انا ما عارفه اشتغل من غيرك، وانا حاسه ان انا كنت بدراع واحد، فبقول له خد دراعي التاني اهو. والله العظيم انا عارفه يعني امشي من غيره بجد، ربنا يخليه لي ويخلي لي ولادي، لان هو اتعودت ان هو معايا وبيصور معايا، فكنت بتكل عليه في كل حاجه. فبحاول، لان بيبقى في مشاوير كتير بيروحها، فبحاول بقدر الامكان ان انا اصور لوحدي. هنا كده حطيت البيتزا في الفرن. نيجي بقى ايه على الحاجه الحلوه بتاعتنا، الخلطه الحشو اللي احنا عملناه بتاع السمبوسه. قطعت عليها صابعين من الموز، وحطيت عليها سوداني، وحطيت عليها زبيب. اقسم بالله كانت تحفه. وهبدا بقى ايه الفها زي ما انتم شايفين اهو. وجبت معلقتين من الدقيق، حطيت عليها معلقه ميه، عملت حاجه زي العجينه كده علشان الزق بيها ايه السمبوسه، عشان ما تفكش مننا كده اهو. مش لازم ان ناكلها حادق، يعني لازم ان ناكلها حادق، لا اعملوها حلوه برضو جميله اهو. على فكره السمبوسه انا ما استعملتهاش كلها، بقيت عملت على قد ما الخلطه خلصت والباقي عنده. زي ما انتم شايفين حبايبي اهو. انا بقول لكم انا حاطه الفوطه دي جنبي، انا ما انا كره عيني حاجه تلزق في ايدي، فببقى حاطه اي حاجه جنبي كده امسح ايدي فيها. ما بحبش اي حاجه تمسك في ايدي ابدا. هنا كنت خلصت. هنا جبت شويه من الزيت، على فكره بتعوز زيت كتير في القلي، بس انا ما حاولتش ان انا اكتر. حلوه قوي كده جميله وزي الفل، مش هتقول لا اقسم بالله اهو. هنا كانت البيتزا بتاعتنا في الفرن اهي. انا حطيتها على الصاجه لان لقيت الارضيه بتاعتها ما اتحمرتش، فقلت احمرها شويه. هنا كانت السمبوسه بتاعتي اتحمرت اهي. هحطها في جنب. اي حاجه بسيطه ممكن تعمليها وتبقى زي العسل وتبقى تحفه. كده خلصت البيتزا زي ما انتم شايفين، وخلصت السمبوسه بتاعتنا. معايا شربات. شوفوا شكل البيتزا عامله ازاي. عسل 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 اهي. هنا بقى السمبوسه بتاعتنا اهي. بعد ما عملتها رصيتها زي ما انتم شايفين، كان عندي شربات كده حطيت عليها، وما عندك الشربات ممكن ترش عليها شويه سكر بودره. في الوقت ده يوسف كان عنده درسين راحهم، وده كان عنده درس تاني جه على السريع. قلت له خد لك قطعه من البيتزا، وحتى هتلاقيه واقف بالشنطه بتاعته يقول لي يا ماما يلا يا ماما يلا اتاخرت يا ماما، كان جاي يجيب لي السكينه اهو. يا رب لا اله الا الله، ربنا ينجح لكم اولادكم وينجح لنا اولادنا اللهم امين، ولا يشمت حد فينا، لا عدو ولا ظالم ولا حبيب ولا عدو يا رب. كده كنت بقطع له حته كده حتى عشان كنت مستعجله. شوفوا السكينه، بقول له السكينه متعفرت عشان مستعجله يا ابني اهي. واحط بقى، كان جايب كاتشب، بقول له لازم تحط عليها كاتشب، بيقول له اه. قلت له والله لا هحط له، حتى العلبه اللي احنا جايبينها ما بتنزلش اهي. شوفوا كان مستعجل، كان لابس الشنطه ومستعجل.